مساكم الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بالصحه والعافيه. معكم بيج بوس ومدير كبير. مبدئيا يا جماعه الخير، رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسرور. تصوموا وتفطروا على خير، ومن العايدين ومن الفايزين وكل حاجه. وبما انك في الغالب وقت تنزيل الفيديو ده حتكون صايم وقرفان ومنتظر الافطار عشان تنزل تضرب على صحن السمبوسه حقك، فاخوك في الله اليوم جايب لك قصه من اغرب القصص اللي حصلت لي في حياتي كلها. يا شيخ اقسم بالله العلي العظيم، انا بعد ما حكيت لكم يا جماعه القصه حقت صلعه الوالد الله يحفظه، والمصيبه انه بعد كده وانا قاعد في يوم من الايام قاعد بمنتج في مقطع الا اسمع المقطع حقي شغال في اللابتوب حق ابويا، قفطني. جاء الوقت يا جماعه اني لو اوريكم جزء يا والله حته كده بسيطه شديد من الجنون اللي احنا كنا مجانين فيه وانا واخواتي الصغار لما كنا صغيرين. يعني تخيل كده انه انت اب او ام وفجاه تقوم تقفل على ابنك مثلا جوا البيت عشان تغسل الحوش، وفجاه بوم تلاقي انه في فتحه بقطر 30 سنتيمتر في الباب حق بيتك. اقسم بالله العلي العظيم لو انه كان حابس كلب والله عمره الكلب ما حيسوي كده. الاطفال في نفس عمرنا يا جماعه بيحضروا سبيستون، بيعملوا قلاع من الرمل، بيقولوا بابي مامي. لا احنا يا جماعه كنا مسويين شغل نجاره على مستوى عالي. واول ما اقول احنا فانا بقصد هنا يا جماعه الخير انا واخواتي. عشان نبتدي في القصه من الاول يا جماعه لازم تبقوا فاهمين حاجه. احنا في البيت عباره عن 6 اخوان، 5 بنات والولد الوحيد بيج بوس هيمسيلف، بنت بعد كذا بنت بعد كذا بنت. وهذول الثلاثه كده بتحسهم مقربين من بعضهم و24 ساعه جنب بعضهم عايشين حياتهم مع بعضهم. بعد كده الثلاثه الاخرانيين اللي هم اختي الاكبر مني، بعد كده انا، بعد كده اختي الاصغر مني على طول. فاحنا الثلاثه مع بعضنا كنا عصابه اول ما كنا صغار. اول ما اقول لك كنا عصابه يا ولد كنا اشرار بشكل ما طبيعي يا ولد. اذكر في مره من المرات استدرجنا بنت الجيران يا جماعه، بعد كده رميناها من الدور الثاني، والحمد لله رب العالمين تحت يا جماعه كان في كذا كراتين كذا واشياء، واحد كان من العمال كان حاططها تحت، المهم هي طاحت عليها وما صار لها شيء. كان ممكن زمان كنا في الاحداث الحين. لو حابين يا جماعه اني اقول لكم القصه دي في يوم من الايام ما تنسوا انكم تنزل تحت تكتبوا لي في التعليقات، لكن اليوم ما قصتنا دي. قصه اليوم اللي عملنا فيه فتحه في فتحه في قصة اليوم اللي عملنا فيه فتحة في باب جدي، في باب بيت جدي. قصة اليوم اللي سوينا فيه فتحة في باب بيت جدي الله يرحمه. يا جماعة جزء من المعاناة اللي أنا بعيشها كل مرة أول ما أجي أسجل تسجيل صوتي. فالله يا جماعة الخير من غير ما نطول خلونا نبدأ. تبتدي قصتنا يا جماعة الخير في واحدة من صباحات رمضان، يعني كده تقريبا نفس الوقت ده اللهم من سنين جدا طويلة. يعني احنا بنتكلم تقريبا على الساعة 6 أو 7 صباحا. جدي الله يرحمه يا جماعة كان عنده بيت عبارة عن حوشين. حوش يا جماعة الخير جدا كبير، ودائما كان بياخذ العربيات حقت الناس أمانة ويتكيها عنده. يعني احنا عادي كنا بنخش يا جماعة على البيت حق جدي الله يرحمه، كان عنده بيت كذا صغير موجود على الجنب هذا مبني، لكن اللهم انه كان عنده حوش جدا كبير. والحوش ده يا جماعه الخير كان بيشيل اسطول سيارات، خلينا نقول 30 40 سياره. ويا ولد يا انه السيارات دي كانت فخمه. السيارات كانت بتنفتح بباسورد تحطه كده على اللي هو مقبض الباب نفسه. احنا بنتكلم يا جماعه في زمن كانت العربيات بتتعامل فيه حديد. والله كان حلم حياتي اني ادخل جوا السيارات دي بس اقعد بس اطبل فيها ما اسوي اي شيء ثاني. وفي نفس الوقت يا جماعه الخير في قسم ثاني من الحوش، هذا برضه يا جماعه الخير مبني فيه بيت لكن احنا ما بنروح هناك. وكان البيت حقه مسكون اقسم بالله، وعملنا يا جماعه الخير في نص البيت المسكون عملنا حرب المياه ولا حرب اللونات المويه، عملنا وقتها بارتي مع الجن اقسم بالله. يا الله والله كانت ايام جدا جميله. انا متاكد انه كلنا يعني اللي عندنا اجداد يعني الله يرحمه اللي عاش طفولته ببيت جده يعني غالبا حيكون يعني عارف الاشياء الحلوه دي. يعني انزلوا تحت واكتبوا لي في التعليقات ايش القصص الحلوه اللي صارت لكم في بيت اجدادكم، الله يحفظهم والله يرحمهم على الحسب. الزبده اسف شكلي جبت العيد. المهم يا جماعه الخير زي ما قلت لكم على حدود الساعه 6 صباحا في ذلك اليوم المشؤوم، جدتي الله يحفظها مع امي واخواتي الثلاثه الاكبر مني قرروا انهم يغسلوا الحوش. وكان غسيل الحوش عباره عن تقليد من التقاليد المتبعه في عائلتنا عموما. الحوش هذا كان حوش مقدس وكان برضه فيه حديقه، يعني الحوش زي ما تقولون جدا كبير في الموضوع، عمليه جدا كبيره. وفي ذاك اليوم قررت انا واخواتي المقربات مني انه احنا ننزل ونتمشى في ارض الله الواسعه ونتفرج على رعايانا وهم قاعدين بيغسلوا الحوش. وما في واحد منا كان عايز ياكل طين، يعني هل في واحد هنا غيرك كان بيحب انه ياكل الطين والمكان صغير؟ لانه الطين كانت ريحته حلوه. انتوا عارفين يا جماعه اول ما يكون الصباح الباكر كذا او تكون مثلا عند البحر وبعد كده تشموا ريحه الطين اللي هو الطمي، يا ولد اقسم بالله العلي العظيم عليه ريحه احسن من افضل العطور العالميه يا شيخ. المهم انه الوالده الله يحفظها كانت عارفه انه احنا حنسوي كذا لما كنا صغار، فقررت مع جدتي انهم يحبسونا في البيت وهم يكملوا غسيل. وطبعا وقتها يا جماعه يا انه احنا كنا متمردين تمرد ما طبيعي، كانوا عايزين ينتزعوا حريتنا. الوالده الله يحفظها قفلت علينا باب البيت وقفلت بالمفتاح، واحنا كنا قاعدين عند الباب قاعدين بنخبط طق 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 طق،
افتحوا الباب افتحوا الباب، عايزين نطلع عايزين نلعب يا عم، اطلقوا الوحوش حنسوي لكم دك الارض. لكن لا حياة لمن تنادي. وفي بيت جدي القديم الله يرحمه كان في فتحة صغيرة من الباب، كنا بنقدر نحن نشوف من الفتحة انه اخواتي الاكبر مننا كانوا مستمتعين بوقتهم وقاعدين يغسلوا الحوش، وامي وجدتي تاكين على الجنب يشربون شاي، والجماعة عايشين حياة جدا سعيدة برا واحنا محبوسين جوا البيت. المهم ان الموضوع ده ما عجبني انا واخواتي، فقررنا في اللحظة دي انه احنا نهندس خطة دقيقة ومحكمة عشان نقدر انه احنا نخترق الباب حق البيت وننتزع حريتنا بيديننا. والله ما اعرف سبستون كانت لعبة في مخنا، وعشان نقدر انه احنا ننفذ الخطة دي كان لازم انه احنا نلاقي لنا منفذ، لازم نلاقي لنا مهرب، ثغرة عشان نقدر نهرب منها من البيت. وفعلا يا جماعة الخير الثغرة دي كانت باب البيت نفسه. باب بيت جدي الله يرحمه يا جماعة كان خشب مفرغ من النص، يعني طبقة خشب فراغ طبقة خشب. انا ما اقول لكم يا جماعة الخير انه الموضوع كان جدا سهل انه انت تفتح الباب ده وتعمل فيه فتحة، لكن اتوقع انه اغلبية الابواب الحديثة كده انت روح توقع على باب بيتك ولا اي باب الغرفة كده، لو حسيت انه مجوف من جوا فهو زي الباب. فانت تخيل معاي انه انت عندك ولد عمره 7 سنين، بنت عمرها 6 سنين، واختهم الاكبر منهم اللي عمرها 9 سنين، هندسوا خطة واضحة وصريحة ودقيقة بكل تفاصيلها عشان يقدروا انهم يفتحوا فتحة كاملة ويهربوا منها من البيت. يا المصيبة يعني احنا كنا جدا حمير. اوكي احنا فتحنا الباب، بعد ما نفتح الباب ونطلع ايش اللي حيصير؟ يعني ايش حتطلع لنا اجنحة وحنطير للسماء العالية يعني، ولا ايش اللي حنسويه؟ وبرضه امي وجدتي واقفين في وشنا، ويعني ايش كمان كنا متوقعين منهم حيصفقوا لنا؟ والله احسنتم قدرت تطلع من البيت، والله كانوا حيصفقونا. الله على كل حبير. المهم الزبده ما علينا، وقررنا يا جماعه الخير وعملنا اساسات الخطه كلها، وقلنا اوكي ايش الادوات اللي احنا حنستخدمها عشان نفتح الباب، وامتى بالضبط حنفتح الباب، وكيف حنفتح الباب، وين المكان حق الفتحه. بصراحه بيني وبينكم الخطه كانت خطتي انا، ما كانت خطه واحده من اخواتي، لكن طبعا الاخوات كانوا جدا فزع. يا ولد عمري ما قلت لهم خطه مجنونه الا وقالوا لي قدام، والله العلي العظيم دول لو قلت لهم تعالوا خلينا ننط من فوق الوادي عشان نطير ونفتح اجنحه كانوا غالبا حيقولوا لي ايوه. طبعا الان سحبوا علي بعد ما كبرنا، لكن يعني احنا لما كنا صغار كنا فله، كنا عصابه. المهم خلاص وافقنا على الخطه وصدقنا عليها من مجلس الوزراء، الكونغرس اداها نظره وخلاص كل شيء تمام. كان قدامنا عائقين رئيسيين، العائق الاول انه الجماعه كانوا حيكونوا موجودين قدام الباب اللي احنا عايزين نحفره، فبالتالي لو شافونا على طول حيوقفوا الخطه قبل ما تبتدي. والعائق الثاني هو ايش الاداه اللي احنا حنستخدمها عشان نقدر نروح نفتح الباب. ما كان عندنا منشار جوا البيت، فقررنا انا واخواتي انه احنا نراقب امي وجدتي واخواتي وننتظرهم لغايه ما يروحوا ينتقلوا لتنظيف الجزء البعيد من الحوش الموجود عند صف السيارات البعيد، وهناك حيكون مستحيل عليهم انهم يسمعوا صوتنا واحنا قاعدين بننشر الباب. وعشان نحل الجزء الثاني من المعضله وهي ايش الاداه اللي احنا حنستخدمها عشان ننشر الباب، جاتنا فكره انه احنا نستخدم سكين الخبز هذا اللي فيه اسنان، لانه اقرب شكل ممكن للمنشار، ونغرز بعد كده يا جماعه الخير السكينه في الباب، ونبتدي يا جماعه الخير كرف الباب ده لغايه ما نفتح الفتحه. وقاعدين ننتظر وننتظر وننتظر، والادرينالين قاعد بيتدفق في دمنا لغايه ما جات اللحظه. كلهم تركوا الباب وراحوا عشان ينظفوا الجزء البعيد من الحوش. في اللحظه دي يا جماعه الخير جو بسرعه جيب السكين، بدينا يا جماعه الخير نشر في الباب. انتوا متخيلين معايا 3 اطفال من ابرأ ما خلق ربي، بريئين كيوتين يا عمي، لسه وشنا ما فيه اي جريمه، بينفذوا خطه شيطانيه وبيفتحوا فتحه في باب ممكن الجار كبير عمره كم 50 سنه ما حيقدر انه يسويها. يولد اقسم بالله العلي العظيم يا انه احنا كرفنا كرف، وكنا قايلين انه الخطه محكمه 100% وحنقدر نحن نفتح الفتحه دي وحنطلع من الحوش حنستمتع بحياتنا. ولد سبستون كانت لعبه في مخنا اقسم بالله. المهم يا جماعه الخير، وبعد ما خلصنا اول جزء من اجزاء الباب، مو الباب يا جماعه الخير قلت لكم هو عباره عن قسمين وفي النص في فراغ، بعد ما خلصنا يا جماعه الخير النشر حق الجزء الاول من الباب اللي هو الجزء الداخلي، تفاجئنا انه لغايه اللحظه دي ما في اي واحد عرف ان احنا قاعدين بنسوي الحاجه دي. يعني تخيل انه في شغل نجاره قاعد في الباب وانت عندك ام وجد واخوات ما جايبين خبر. المهم يا جماعه الخير وفعلا قدرنا انه احنا نفتح فتحه كامله في الجدار الاول من الباب، وكنا قايلين انه كل الامور حتمشي بسلاسه لغايه ما حصلت الكارثه. ممكن شويه منكم حيقول اوكي انت اكيد انقفضت، اكيد الوالده جات، اكيد حبوبه جات، وحبوبه يا جماعه عندنا في السودان يعني جده، لكن لا ما كانت هذه. اكتشفنا انه السكين حقتنا اللي احنا كنا قاعدين نعمل بيها فتحه في الباب طولها ما بيوصل لغايه جوا، او كان تقريبا الطرف حقها هو اللي بيوصل بالضبط. حاليا يا جماعه تخيل حرفيا الجهد والمجهود حقنا حينضرب في 10. احنا في الفتحه الاولانيه بعد ما خلاص بدينا نشر يعني الامور كانت تمام، لانه والله العظيم طول السكينه كان جدا جيد. المهم يا جماعه الخير نكمل نشر في الجزء الاخير من الباب. اللحظه دي يا جماعه الخير الا نسمع صوت صريخ. كانت اختي الاكبر واحده تقريبا كانت قاعده بتصرخ وبتقول
محمد بيحاول، اسمه محمد باذوي، محمد بيطلع من البيت. المهم في اللحظه دي يا جماعه ايش كمطنا ام العافيه، رمينا السكينه خبيناها ما عارفين نسوي ايش، ونسمع صوت طريق يا جماعه بيجري بشكل ما طبيعي. جدي الله يرحمه وقتها ما كان موجود، وكانوا كل الموجودين زي ما قلت لكم هي امي وجدتي واخواتي الاكبر مني. في اللحظه دي يا جماعه الخير انفتح الباب، كانت الصدمه على وجه امي يا جماعه. باب خشب، 3 شفع، 3 بزوره، 3 يهال، 3 اي حاجه انت تسميهم، عملوا فتحه في نص باب. انتم متخيلين معايا؟ في اللحظه دي طبعا امي وخلاص انت فاهم مسكون الرهائن يا عمي، اقسم بالله دخلوا علينا دخل اقوى من دخله الاف بي اي. المهم انه قرروا انهم ما يسووا لنا اي حاجه وينتظروا لغايه ما جدي الله يرحمه هو اللي يجي ويتصرف معانا. فعلا يا جماعه الخير قعدونا قدام الباب وخلونا نتامل في المصيبه اللي احنا كنا قاعدين بنسوي فيها. لكن الصراحه بيني وبينكم انا ما اعرف على احساس اخواتي، لكن انا كنت جدا فخور باللي انا سويته. يعني امي تحطني قدام الباب عشان اتامل في المصيبه وانا قاعد اقول في جواه يا الله بالله انا سويت كذا، دايم والله يا اني باد بوي. المهم اني كنت طفل يعني، مشوا لي يعني مشوا الامور يا الا ويجي جدي الله يرحمه بعدها تقريبا بعد ما يخلص الدوام حقه ويجي داخل البيت. اول حاجه سواها اول ما جاء دخل الله يرحمه انه طالع في الباب، لقى الباب فيه فتحه، سال قال مين اللي سوى كذا الا وامي تقول لي هذول الاولاد الثلاثه اللي سواها. انا جدي الله يرحمه ما جلدني الا هذه المره بس في حياتي. المهم انه احنا جلدنا جلد ما طبيعي وقتها. هو اغلبيه قصصنا المجنونه احنا صغار كانت بتنتهي بالجلد يعني بيني وبينكم، يعني اصلا هو الجلد هو الخيار الوحيد. والله العظيم لو اني مكان ولدي اقسم بالله اديته بكالوريوس نجاره خليته يقفل الباب ده زي ما فتح، ومن يومها وانا عقلته وكل حاجه. صح اني ما عقلته، لكن قول لي تحت في التعليقات لو اولادك سووا فيك نفس الحركه انت غالبا كنت حتسوي ايش، وقول لي اي قصه من القصص المجنونه اللي انت كنت قاعد بتسويها زمان لما كنت صغير. نفسي اعرف هل انا الوحيد اللي كنت مجنون لما كنت صغير ولا في ناس ثانيين غيري. ويا جماعه الخير الهدف حقنا اللي هو 20,000 مشترك قبل ما رمضان يبدا فشل بالكامل، وكل الشكر للكليه حقتي اللي حرفيا نزلت لي احلى جدول امتحانات قبل رمضان. لكن الحمد لله احنا يا جماعه الخير نمرض ولا نموت. والان وبعد ما فشلنا في هدفنا في 20,000 هدفنا حيكون 50,000 مشترك قبل نهايه العيد. ممكن في شويه منكم حيقولوا عن الهدف المستحيل يا ولد انت يا دوبك عندك 19,000، لكن ان شاء الله حجتهد في رمضان وحنزل مقاطع بشكل يومي لغايه ما نوصل للهدف ده. فلو دي اول مره تتابعني او انت تابعتني وما مشترك في القناه اتمنى ان انت تشترك. الهدف حقي انا 100% ان شاء الله ناوي اني احققه. في النهايه كان معكم بيج بوس ومدير كبير. رمضان كريم، اشوفكم على خير. السلام عليكم.